اهلا بيكم في المحكمه، البرنامج اللي بيحكم على الترندات اللي بتحصل الفتره دي. ده المحامي اللي بيتغير كل حلقه على حسب القرعه، واللي بيدافع عن القضيه اللي هنتكلم عليها النهارده. وده القاضي واللي عليه ان هو يحكم في القضيه بعدل وبشكل محايد، وده عامه مش هيحصل في الحلقات. وده وكيل النيابه، طلعت وكيل نيابه اللي بيحاول يثبت التهمه في القضيه. وده الشاهد اللي في ايده يختار ان هو يبقى مرتشي او طيب ويرجع الحق لاصحابه. هدف اللعبه هو اثبات ان المتهم في القضيه دي بريء ولا لا، وعلى حسب كده بيتحسب بوينت كل حلقه. وفي نهايه الموسم اكتر واحد بيكون معاه نقط بيكون معاه سلطه للتحكم في الثلاثه الباقيين في حلقه كامله. ما تتدخلش لما اتكلم اصلا. رحت الاوبس سجلت الاوبس. ما تتدخلش لما اتكلم. هتدخل في المره الجايه. هتتكلم قلت براحتك. لك هتتدخلش لما اتكلم. قلت لك هتدخل في ما تتدخلش لما اتكلم. هتجيبني اسحب بنفسك. على الله يا اخي. لا مؤاخذة سيادة القاضي، بس ينفع استعير سلاح من اسلحة لا يا الجريمة؟ صاحبي كل واحد بسلاح. نازل ايدك انا كده هجيبك لاست عكس. احكي لنا عن فترتك وانت صغير، عن اللي حصل لك وانت صغير. كانوا بيكتبوني يا اسطى. يا عم وانا صغير يا صاحبي ما حدش يقدر يعمل معايا حاجه وانا كبير. خش يا مان. تعالى تعالى يا حبيبي. هصورك كداب انت منظرك فعلا واحد فوق. ايه اللي حصل لك في حياتك علشان تقرر ان انت تطلع محامي معانا؟ جبت مجموع وحش في ثالثه ثانوي، وابويا كان بيطفي السجاير في بطاطي وانا صغير، وما كانوش بيدوني البطاطس المحمره. مبدئيا كداب، الواد ده جايب 88% وابوه ما بيشربش سجاير اصلا وما بياكلش بطاطس محمره في البيت. بيحكي قصه حسن. تصدق يعني حسن جدا. كمل بقى كمل. بس ما كانش عندي فانيلا حمالات. احلى مسا حسن. اللي بعد الو. ابعد المايك عن بقك لو سمحت. ايوه. ايه اللي حصل لك في حياتك؟ ارجع ورا بعد اذنك. ايه اللي حصل لك في حياتك علشان تطلع معانا قاضي في البرنامج؟ اترتبت على الدفعه وجبت مجموع حلو في ثالثه ثانوي. بتغزني يعني؟ ازاي المحامي يا جدعان عايزين دراما. فين الدراما؟ ايوه اتأثرت. ايوه بس خلاص ده محتوى حبيبتك سابتك يا امير. يلا يا امير. ايه اللي حصل لك وانت صغير علشان تطلع معانا قاضي في البرنامج؟ ناسا. ايه اللي حصل لك وانت صغير معانا يا امير؟ يا مان عايزين نصور هنا. ايه يا امير اللي حصل لك وانت صغير عشان تطلع معانا شاهد في القضيه؟ ده كان بيضربني. كان بيضربك وانت صغير؟ بيضربك جامد؟ جامد قوي؟ لسه بيضربك ولا ايه؟ ايه اللي خلاك وكيل نيابه في البرنامج اللي عايز الحرق؟ وانا صغير كانوا بيعذبوني جامد شكرا. وكنت واخد حسن محمد عرفة قدوة في حياتي. ما جابش مجموعة في ثانوية عامة وانا عملت زيه، وقلت هدخل حقوق واطلع وكيل نيابة، بس ما طلعتش وكيل نيابة، طلعت وكيل نيابة. تمام. ناقص افيه. ناقص فرشه ايه؟ ناقص فرشه اللي في احمد نيابة. عجبني الفرشه. شكرا الله يخليك. المهم ان حسن وكيل نيابة، واحب اعمل له شاوت اوت من هنا انه يخف شويه. واحده ابيض اسود بقى لا بقول لك في المونتاج مش بقك. خلاص كات. دلوقتي الدوله القاضي، تمام؟ انا الشاهد، حصل تمام؟ من غير قرعه، ده مبدئيا كده. انتوا الاثنين بقى بص ياس كفايه بقى يا اسطى بجيب له ضاع عليا. انت زنجي. ايوه بقى نعمل دي امك ايه بعيد عني كده احسن حاجه. فاهم؟ دلوقتي انتوا هتعملوا توبر مصر عشان من مره اللي هيكسب المره هيجي هيختار يبقى محامي ولا كده. احنا مش موافقين من مره. لا انا موافق من مره. الله يسامحك. يلا طبعا توبه ورا مقص. يلا انا عارف ان انت زي اختار. لا انا اختار نائب بصراحه. انت حاسس اختار نائب بصراحه. ناخد البوينت دي ان شاء الله. مهم ده فاهمين الدنيا. يلا يا اسطى سمعتي وقت في الارض. انت عندك سمعه يا ابني سمعه مهمه برضه. انت اللي متعرف سمعه. بيهتم بسمعتي. يلا يا مان انا مش مهتم بصمعتي عادي يا صاحبي. ايوه عشان مش مهتم بسمعتك.
مهتم بسمعتي الحسنه دلوقتي راجع في كده. شعب اي كلام هي بتتعاون لوحدها طبعا. دلوقتي دور الدولة الكلام اللي هتقوله ليه علياء اخدت الريتش ده كله؟ المفروض انا هاجم القضيه دلوقتي تمام. وليه علياء قمرون. السؤال تاني معلش. ليه علياء قمرون بقى عندها ده الريتش ده حاملين كله؟ الشوكوك يا جدعان، بص. ولا حاملين عاديين؟ بص ايوه مبدئيا انا بصراحه مش شايف ان صوتها حلو تمام. يعني ده رايك تخليه عنك ده الدفاع لما اخلص كلامي يا عم ماشي كمل. طب كمل هو خالص. راح عليك الدور. انا اسف. ليه علياء قمرون خدت الريتش ده كله؟ صراحه انا انت بص، انت لا يبص في الحته اللي هو عايزها القاضي عامه. ماشي. بعدين انت مالك؟ ليه خليني عندي خال. بلاش انت بقى بلاش انت. خدت الريتش ده كله. بصراحه انا شايف ان صوتها مش حلو، واظن 70% لو عشان 30% الباقيين مرضى نفسيين هيبقوا شايفين ان صوتها حلو. ده 30% المرضى النفسيين وصوتها مش حلو. وحكت في عمر فرج، وانا بالنسبه لي عمر فرج التوب، وعمي وعم عيالي عمر فرج. اول حاجه صاحبي، الحاجه الوحيده اللي عدله فيها ان صوتها حلو تمام. صوتها بجد حلو. ده من ال 30% المرضى اللي انت قلتها. انا مرضى. لا لما في الاول خالص لما كنت طالع كنت صوتها حلو يا اسطى مش قوي طبعا. مبدئيا قول حاجه. قول يا صاحبي. قول. انا غلطت في حاجه. دول مش 30% مرضى نفسيين، دول 30% ناس معقدين. نسيتني القضيه يا عم بقى. ينفع كده مش شغل محامين ده يا جدعان بقى. لا متفخ كده. انا هسيب الحته الكرنج دي عشان لا والله بجد. ايوه سيبوا ايه يا اسطى ما انتش ساكت ولا انا طيب. عندك متبادل. المهم يعني انا بجد من اللي انا فاكره، انا شفت الفيديو بتاعها في البدايه قبل ما تبقى كرنج، كان صوتها حلو سيكا. انا اعترض. انا كشاهد اعترض مبدئيا يعني. انت كشاهد تعترض؟ انا ممكن نشوف انفستيجيت. ويت انا لحد دلوقتي في صف اسبونج يعني. معلش اتفضل. بتعمل لي كده ليه يا معلم؟ المهم يعني انت لسه هتكمل؟ ايوه ما هكمل بقى بقيه الحاجات. هو قال صوتها وحش فانا كمل. بقول له مبدئيا يا اسطى حلو. مش قوي، مش درجه فنانه يعني. تمام. حكت في عمر فرج. لا بقى دي انا كنت حاضر في اللايف، وفي واحده هي اللي قالت لعمر فرج ان كذا يتجوز. اوبجكشن. اتفضل. كان حاضر في اللايف بتاع قانون بيعمل ايه؟ ما انا المحامي بتاعها دلوقتي. اكشلي انت ساعتها ما كنتش المحامي بتاعها. ما انا كنت بجهز، كنت بعمل حسابي. انت ما كنتش تعرف اصلا. بعمل حسابي. لا انت تسكت على انا عامل حساب كل حاجه ممكنه. لازم ابقى ملم بكل حاجه بتحصل. لا ازاي ملم؟ يعني انا دلوقتي مثلا واحد من النرويج، واحد افريقي مثلا يا اسطى ممكن تتكلم ناحيه الكاميرا عشان دلوقتي واحد من النرويج مثلا، واحد افريقي. دلوقتي ايه المشكله؟ هتبقى عارف ان النرويج الافريقي. انا ممكن استغلها ضد. انا مالي من النرويج والافريقي. انا بتكلم في موضوع دلوقتي كان ترند. We will further investigate due to lack of evidence. ممكن نتكلم بالعربي ان احنا متعوب عليها على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. سادات الحضارات. ايوه سادات الحضارات. بس ما تتكلمش على كده. محامي ربع جنيه اقسم بالله. مبدئيا انت المحامي. ما انت كمان محامي يا اسطى. مبدئيا كده اسمي في المحكمة وكيل نيابه. وكيل نيابه. شوف انا يعني اللي في عجبكم لا بيقلدوني. خلاص يلا يا وكيل. دلوقتي هنبدا نتكلم يا سياده القاضي عن اول فيديو اللي كانت طالعه. تتكلموا تتفرجوا عليه. تعالوا اتفضلوا معايا في الكلام بتاعي. يلا 1 مينيت. وعلياء صحاب واللي اتقال اشاعات صح؟ وعلياء اخوات واللي اتقال اشاعات. بس في حاجه عايزه اقولها. ايه؟ التليفون بتاعي ريلمي سي 75. بس الكاميرا بتاعته مش كويسه في الفيديوهات. مش مهم ماشي الدنيا دي. علياء انا وعلياء اخوات واللي اتقال اشاعات. قمر سيدنا النبي قمرون. متاكد انك عايز تنزل اللقطه دي؟ مش عارف احطها ولا لا. انت لازم تحطها. وانا بمنتج بقى افكر. كان عيب خدي بالك. شفتي احنا اتشهرنا زي بعض والدنيا باظت. انت اتشهرتي؟ لا بهزر. عندها 100,010 قسما بالله على التيك توك. مش حاسه. خد رقم موبايلي بقى. ماشي. هنكلمك بعد 12. هكلمك بعد 12 نطلع لايف سوا. لايف ابعتيه. 11 ونص. بس انا مش مصدقه ان عندك 24.
بس يلا قلبنا مع الدنيا. رجع يا اخواتي، اتفرجت على ادله. انا نسيت الفيديو. اخواتي ايه يا اسطى؟ انت نسيت نفسك ولا ايه ده؟ طبعا يا شوية لا 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 الماضي رجع. المهم انا محتاج دلوقتي هنتكلموا عن الفيديو الاول اللي كانت طالعه فيه علياء وطالعه فيه حسناء، مش عارف ايه وجه الشبه في الاسم. انت حسناء بجد؟ اسمها حسناء بجد. ماشي. تمام. دلوقتي علياء كانت طالعه بتشهر بنفسها. هتقول لي ازاي؟ انت مش مضاد ليا فانت تسالني ازاي؟ يا عم ازاي؟ هقول لك كانت بتشهر لنفسها لان هي صاحبتها لما كانت، ما انا لازم ابص له برضه، يعني هبص لمين ده؟ انا غيره. يا حراجي. اول فيديو اللي كانت طالعه فيه حسناء وعلياء. تمام. علياء كانت بتستغل بين قوسين سذاجتها المقصوده. تمام. سذاجتها المقصوده لان اوبجكشن يور اونر. انت ازاي بتدعي ان سذاجتها مقصوده؟ ده اتهام شديد الخطوره. بيدعي ان المتهم بتاعي ده صح، بيدعي ان المتهم بتاعي بيستعطف الناس، وده ادعاء كاذب لان ما عندكش ادله ومهين جدا. دلوقتي هي كانت بتدعي السذاجه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان دلوقتي بقى في المجتمع بتاعنا الجنس الناعم، عشان مش هقدر اقولها غير كده. النسوان تمام. هي كانت بتدعي السذاجه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هي لما صاحبتها سالتها ان احنا بقينا احنا الاثنين مشهورين، لان احنا بقينا احنا الاثنين مشهورين، قالت لها انا التليفون بتاعي ريلمي سي 75. ايه علاقه ده بالكلام اللي هي بتقوله يا ست الراجل؟ بتدعي السذاجه ولا ما بتدعيهاش؟ هي ممكن تكون عندها مشاكل عقليه. من غير ما اتكلم انت قاضي عسل اقسم بالله. من غير تدعي، بس ممكن يبقى عندها مشاكل عقليه. طب نظرا لان انت قلت انها عندها مشاكل عقليه، سياده المحامي يثبت لنا العكس انها ما عندهاش. عندي اتكلمت مع الدكتور الخاص بتاعها وبعت لي اشاعه على المخ. مبدئيا كداب ست القاضي. انا جاي، انا معايا الاشعه بس نسيتها في العربيه، معايا اشعه على المخ بتاعتها كمان ناسي الادله في العربيه عشان المحكمه كانت لا اوبجكشن. ده قدوته مع محمود صلاح. قدوتي الراجل ده انا بعشقه عامه. قدوته بيشكك في ان السرطان موجود على ارض الواقع ولا لا. هل انت قدوتك موافقه في كل حاجه؟ ما انا لازم اخد قدوه تكون ابقى موافقها 90%. بس انا اديها 10% انا مش موافق. محتوى محمود صلاح ان هو يشكك في اي حاجه موجوده في الحياه وعنده حق. استنى اوبجكشن. انت ايه علاقه ده في اللي احنا بنتكلم فيه؟ بس ما تغيرش الموضوع لان ده دليل ضعف ادلتك. مش دليل صح يا قاضي؟ انتوا دلوقتي كعبلتوني. كعبلتوني بالادله. انا متوتر دلوقتي. هو بيفتح موضوع تاني، مش ده دليل على ضعف القضيه بتاعته؟ ارد انا على الاوبجكشن. ارد على لا ما انا ما ردتش اهو. ارد على الاوبجكشن لو سمحت. دلوقتي هو بيقول انها عندها مشاكل عقليه، وده قدوته ان محمود صلاح بيقول ان السرطان مش موجود. فازاي يثبت ده قدوته بيشكك ان السرطان موجود، فعايز يثبت انها عندها امراض عقليه. ازاي؟ أيوة. هل هي موجوده؟ عادي. هل قدوتك يا محمود صلاح؟ لا مش قدوتي. بس خلاص ما تقلدوش. انا باخد من وجهه نظرك انت. مالكش دعوه بوجهه نظري، انت مالكش الحق ازاي محمود طيب؟ صلاح. ايوه يعني انا لما اشوف واحد عبيط قدامي هروح اساله عن الحق والغلط. انت سالت محمود صلاح؟ انت قدوتك محمود صلاح. كلام اوبجكشن. مالكش دعوه. كلامه مش منطقي. انا عندي اعتراض. اتفضل. دلوقتي مبدئيا كده هو قال في الاول ان هي مجنونه. ما قلتش انه مجنونه. في فرق بين مشاكل عقليه ومجنونه. مشاكل عقليه يكون مجنونه. لا مشاكل عقليه ممكن يكون عنده ديفيشنسي في بعض الحاجات اللي بيفكر فيها. يعني ممكن تتكلمني انجليزي انا عشان ما اعرفش ارد. المجنون معلهوش حاجه في الاسلام، لكن اللي عنده مشاكل عقليه اللي عنده مشاكل عقليه ممكن يبقى عليه حاجه. تذكر على ده قاضي؟ يعني المجنون 100% مخه ضار. وحشه في المحكمه. سادد ام الكادر ارجع مالكش دعوه. ست القاضي احسن منه يومين. يا عم ماشي. يومين ايه يا ست يا عم القاضي؟ ماشي. رفع لي الميدل فينجر في المحكمه. الميدل فينج ارفع يا عم. دلوقتي هو بيحاول شنو في شيء محتواي. لا محتواي لف سبونج لف، احنا نسيناها جوه. لف مني في المحكمه. فاكر ان ده سيرك تقريبا المهرج ده. محتواي. انت ليه كده؟ لو هتسكت على الهبل ده يا ست القاضي انا مش هسمع. انت ابورت يا محمد. ما بيقول على المحكمه في حضرتك سيرك. ما اللي انت بتعمله. سيبني ان انا بعمل. انت تسمح ان تبقى في حضرتك سيرك. سبت للناس الويندو ان هم يتكلموا كده. شفت؟ ما انت برضه احكم انت كمان. انت ايه يا ابني هتكبره
بلانتي نص دي كمل. هتكلم معاك نص دقيقة. انت تسكت نص دقيقه. تمام. هي حتى لما بدات تدرك ان السذاجه اللي هي عملتها في الفيديو مش مهمه. اتكلم. يلا النص دي عدى 30 ثانيه. كلمة ال 30 ثانيه. مزاجي. اركن تعال اطلع بره خد بالك الحلقه دي انا بادئ مظلوم، الاثنين عليا من اول الحلقه، ولو خسرت يبقى الراجل ده يلا هتكلم بس هحطها في ملعبك دلوقتي. وهي لما ادركت اوعى بقى اوعى. ده انا شكرا يا ست الوقت، انا سكت كده. انا بقول ان انت ايش ضمنك ان هي بتستعطف الناس؟ ايه دلك انه استعطاف؟ هو حرفيا يا ست القاضي بيقول تفسير المشاكل العقليه. ده جهل منك، طريقه تفكير مختلفه، ممكن تكون ADHD، دي مشاكل نفسيه مش عقليه. هي النفسيه منين؟ ما قلتهاش. بلانتي احترمتك ما قلتهاش. المشاكل العقليه دي يا ست أنا لا القاضي تتكلم. مش ما بس بوجه، برضه. انا بوجه الكلام للقاضي دلوقتي. ما لهاش علاقه ما انا بالفيلم بقى اوبجيكشن يا حبيبي. ما قلتش اوبجيكشن. صدري وجع يا عم شوية بقى، خلي الراجل ياكل عيش. ده انت ايه المحكمه دي يا عم؟ انت هتسكت؟ يا جدعان احنا بنتكلم في ايه؟ انا بقول لك هي عندها مشكله عقليه، ايا كان بقى نوعها يعني، عايز ستوب. تاخدها بس مشكله عقليه خلاص ايه احكم في اول سؤال. لسه ما لا. خلصتش. لا خلاص ايه كل ده بقى 16 دقيقه هو بيكلم لوحده طول 16 دقيقه، انا خدت بنالتي اصلا. ولا مش طايق الكاميرا. محدش الثلاثه مش طايقني يا اتفضل. بعدين. احكم احكم بقى مين اللي ياخد. القاضي ليه الحكم دلوقتي، بيركز بيراجع ملفاته استظرف في المحكمه. وبيراجع الفيديو من غير الOBS وانا في المونتاج. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا الحكم ثانيه قبل الحكم. سخنه ليه؟ اوعى كده. ايه اللي سخنه؟ جو حر خلاص. اي انا من رأيي ثانيه قبل الحكم لازم نعمل صوت الحكم. ما عندهاش مشاكل عقلية بس ذكاء فطري، يعني ذكاء ضعيف. تعادل ولا الحد؟ لا العقل. مين؟ عقل. مين؟ مين اللي كان بيدافع عن معايا؟ عقله. سبونج. عقله؟ اول نقطه لسبونج. انا مصدوم، خد والله العظيم مصدوم. كل واحد من اللي موجودين في الاوضه. هنروح نتفرج دلوقتي على فيديو رقم 2. ده بيك فن. ثواني دي بنتي بعد. ده بيك فن. ثواني دي بنتي بعد دم والرحمه ورحمه ابويا حاجه عامل لك كده على صوتك الكاميرا كبر نشوفي نفسك بس الاول خليك واكسه. اما انا كنت حلوه بقى وفيكي بقى العين. الان وكيل النيابه والمحامي والقاضي يتفرجون على الدليل الثاني. كان نفسي اطلع مضيف طيران وما طلعتش، بس خدت الاكاديميه على الفاضي. انت عارف تطلعي بالطياره ويرموكي. بابا فين وماما فين يا علياء؟ امنيه حياتي تطلعي ايه يا علياء؟ امنيه حياتي كان نفسي اطلع مضيف طيران وما طلعتش، بس خدت الاكاديميه على الفاضي. انت عارف تطلعي بالطياره ويرموكي. بابا فين وماما فين يا علياء؟ بابا فين؟ بابا هنا اهو. قول له مين؟ يا جدعان صوتها حلو اهو. صوتها حلو. سيبني من دلوقتي اهو. يسطل الاول. هقول لك بحبك يا علياء. وانا بكرهك. انا ابص اللي بيبتسم. لما كنت مثلا عشان ايه لا يا علياء باجيلك. انا مش عايز اكمل. ابدا انا مش عايز اكمل يا جدعان. انتوا جايبيني فين؟ جايبيني عشان تهزقوني. انت حرفيا بتتهزق. بس النقطه واضحه جدا ان هي هتروح لسبونج. ما اكيد. الاول كده. انت مش شايف انا بدافع عن مين؟ دافع. نبدا مين ابو اللي مين اللي بيحكي في التاني؟ نبدا. طبعا السؤال واضح للكل. انت اللي هتبدا، انت اللي بتدافع. ايوه طبعا السؤال واضح للكل. حضرة القاضي هو في اللايف قال لها بحبك وهي قالت له بكرهك. مين هيحكيها في التاني؟ انا عندي نقطه حابب اقول. ممكن اتكلم؟ اتفضل. دلوقتي يا سياده القاضي، انت لو بتحب حد اكيد هتخاف عليه، اكيد مش هتشتمه، اكيد مش هتهزقه. أيوة. انا عايز اتكلم.
ايوه بجد والله خلاص كده. دلوقتي يا ست القاضي انت لو بتحب الست القاضي دلوقتي انت لو يا بتحب عم اطلع حد حررتني بالله عليك. وانا اعمل على نفسك انت واحمد بلور. اتكلم مش كل ما اتكلم تقول لي اتفضل يا تعمل عم انت حاجه. بتتكلم القاضي انا مالي، هو اللي ست بيتكلم. القاضي دلوقتي انت لو بتحب حد او اي حد بيحب حد تاني اكيد هيخاف عليه، هيخاف على مشاعره، وركز على دي جدا يا ست القاضي. واكيد اكيد اكيد هيخاف ان هو يجرح مشاعره وهيخاف عليه شخصيا. تمام. احنا ليه قبل النقطه بتاعت ان هو يقول ان هو بيحبك ممكن يا ارد علياء. على نقطه بس. لا قبل اكمل اللي كلام بعدها. بس قبل ما انتهي النقطه اللي بعدها هنسى. مش هنسى هكمل والله. النقطه اللي بعدها هسيبك تكمل. ماشي. تمام. قبل ما يقول لها ان هو بيحبك يا علياء وهي قالت له ان انا بكرهك، هي قالت له في اللقطتين اللي قبلها في لقطه منهم قالت له انا كنت عايز اطلع مضيف الطيران. قال لها لو طلعتي مضيف الطيران كانوا هيرموك من الطياره. ما خافش على مشاعرها الست القاضي. فبالتالي هو ما بيحبهاش، هو مجرد شكليات بس عشان الترند واللايف والذي منه. ده ما بينفيش حاجه، اللي بيحك غير اللي بيحب. اللي بيحب بجد حاجه، لكن ده بيحك بيمثل انه بيحب وهو ما بيحبش بجد، وده اكبر دليل وهو جاب على نفسه. ده نفس وجهة النظر. ايوه، ما انا بقول لك انتوا بتقولوا مين بيحك، فانا بقول لك عمر فرج. ليه؟ لانه ما بيحبش بجد. انا بستخدم نقطته. اكبر دليل انه بيحك انه ما بيحبش بجد. عندك كلام عندي كلام على اللي هو بيقوله. لا هو بصراحه الست القاضي هو التيك توك كله حكه في حكه، يعني مين ما حكش في التاني على التيك توك يعني. خلاص يا جدعان انا تروح الجيم نقطة والحلقة كتف عضلة كتف. عادل. شفتوا ان انا مكروه مطلع البوينت من تحت لا درسه. عشان انت بتتكلم على جنبك. ماشي امشي. ما فيهاش كارت اصفر حتى حكم. حكم ايه؟ حكم ايه؟ انت فاكر نفسك في ماتش كوره بقى؟ انت ده بيستقل بيك. يا عم سكن بقى ارحمنا. النقطة هتروح دلوقتي لأحمد عادل، وأنا مش عايز كده عامة. محدش فينا عايز كده. الفيديو الثالث. يلا يا صاحبي روح يا عم. عامة 200 في النقطة الأولانية. أيوه شفت انا ممكن استخدمها على فكرة. اسبونجا يبقى زيرو. وقعت عليا ميه بتقول عليها وقعت ميه. عليك كلى. الطف بينا يا رب، الطف بينا يا رب، الطف من الهبل يا رب. يا رب. بتيجي مع الهبل دبل. والله زي ما انت بتقول. هي بتقول عن نفسها. بتيجي مع الهبل دبل. والله. مين اللي يشرب معايا بيج؟ مين اللي يشرب معايا بيج؟ طب لا مش هحترم مشاعر الراجل ما طب تعالى ست القاضي تهجم قضية ثانية دي. قضية ثانية دي. الخط بتاعي اصلا. هتكلم كلمة تانية دي محكمة. يلا شايف ده محكمتك يا ست القاضي. بتاعي اولا. ليه فاهم؟ هو ايه اللي قدامه. انا مبدئيا استفزيتك. وده ما ينفعش في المحكمة. ما ينفعش تستفزني. استفزتك من تحت لتحت. لا انت بتقول لي انت لابس نضارة عندك مشكلة في مخك كده. انت عندك ليزي اي. بص ما عنديش ليزي اي. عندك ليزي اي صدقني. بصوا يا جدعان حتى لو عندي مش باين لدرجة ان انا مش فاهم. يا ابني مفيش عبيط هيقول على نفسه عبيط. انت حد يا ابني انت ما شفتش مجنون الشارع بتاعكم يا ابني؟ ما شفتوش قبل كده؟ لا شفته متأكد معاه. طب ماشي عمره قال على نفسه عبيط؟ لا انت بتجيب كلام بلا مؤاخذة. ما قالش. يا اسطى لا عشان يحفل مطوب. لا. طيب دلوقتي السؤال الاخير اللي هيحدد مسار مين اللي هيكسب حلقه النهارده. السؤال بتاع الفيديو. انا اللي ثواني بقى عشان الحته دي ممكن على بتاعتي. فكره نعيد السؤال الاولاني لان بالمنظر ده انا هشك لا في اول. مفيش اعاده تصحيح خلاص. عشان انا هكسب. اكبر دليل ان كل اللي في الاوضه مش حاسس ان هو مشطشط وهو خلاص لا خلاص بس بس اللي في الاوضه مش طايقني. هو فاكر نفسه مجدي شطه، بس مجدي شطه بيك. بس انا مش مجدي شطه. ما انت فاكر نفسك مشطشط. انا فاكر نفسي مشطشط بس احمد شطه. احمد شطه نايس نيك نيم. احمد شطه نيم حبيبي. عم ده اسمه سبونج. انت عايز منه ايه؟ كمل. دلوقتي السؤال الاخير اللي هيحدد مصير مين اللي هيكسب من الاثنين اللي جنبي دول. من ما تظهرليش انتوا علبت.
دلوقتي والله العظيم يا جدعان ما ينفعش اللي بيحصل ده. السؤال اللي انا هشارك فيه أيوة. كشاهد، مطلوب منهم دلوقتي ان هم يقنعوني ان انا اشهد معاه، وده مطلوب منه ان هو يقنعني ان انا اشهد. لا مؤاخذة يعني انا حافظ على لساني طول ده، بس لا ما ينفعش. انت قايل بلسانك في الفيديو انك مش طايقني. انا مش طايق بس اقنعني. طب اعملها ازاي دي؟ انا ساحر. انت صوتك عالي ليه؟ معلش هو دايما خسران بيبقى صوته عالي. يعني لور يور من قبل ما اتكلم لور يور فويس، فاهم؟ مش هتسمعوا. يلا هنبدا السكتش دلوقتي. فانك مين هيبدا يقنعني؟ اعملوا توبه ورا مقص من واحده، ولا هيكسب يقنعني. لا انا مش عايز ابدا. اختار انا. اختار يا عم. تاتا 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 تاتا. لا دي حكم، اتفضل. ماشي ابدا. اطلع بره الكادر بقى، بره خالص، بره جنب احنا عايزين نطلع بره باب الشقه اهو. اوعى يا عم. حافظ طريقه ما تخبطش في الاوكرا بس. تمام. دلوقتي المفروض اقنعك ان انت تبقى واقف في صف ضد علياء، صح؟ تمام. دلوقتي هل من وجهة نظرك كشاهد هل في حد مجنون هيقول عن نفسه مجنون؟ لا. منطقي صح؟ هي دلوقتي في الفيديو الاخير قلت انها مجنونه وعملت نفسها مجنونه، تمام؟ ده هي برضو نفس اللي هي عملته في اول فيديو، لانها ربطت حاجات ملهاش علاقه ببعض، تمام؟ فما حدش عبيط هيجي يقول عن نفسه عبيط. العاقل بس هو اللي ممكن يقول عن نفسه عبيط. انا كده اثبتت وجهه نظري وبس كده. طيب اطلع بره. انت دلوقتي ايه اللي مضايقك من ناحيه ترند علياء؟ اولا ان هي بتستعبط، تمام؟ ان هي زي ما زبون قال مفيش مجنون هيقول عن نفسه مجنون. اوكي ده منطقي. زائد ان هي بتحاول تستعطف الناس، تمام؟ ماشي. بطريقه زي ما انت شايف يعني بلا الفاظ سعد هات يا عم ده كده انا مش باقي. قربها شويه. ماشي قرب السبت شويه. هتخيل محكمه بالكبر ده فيها سبب. كبر ايه؟ انت ما شاء الله على الكبر صراحه. ايوه. وان هي بتحاول تستخف دمها. ايه بتاعك كمل. الفوتو صابه مش كويس، لازم اعمل اي حاجه. يلا دلوقتي هي بتحاول ان هي تستخف دمها، زائد ان هي في اخر فيديو اللي هو انا ما نزلتوش بس انا اتفرجت عليه، هي كانت بتشتم حسناء، بتدعي عليها وبتدعي عليها عليها وعلى امها. فدي حاجه غير مقبوله بالنسبه لي. لو انت دافعت عنها تبقى مبدئيا. انا مش هدافع عنها. هو للاسف هي دي شغلته، فهو المفروض يدافع عنها يعني، ملوش دعوه. بص يا اسطى، اول حاجه هل في كان طبيعي هيشتم ام حد؟ مش يشتم طبعا، كلكم بتشتموا، بيدي عليها؟ ما هي ايدي على ام. ايوه كان طبيعي. يعني انت دلوقتي بني ادم انت بتشتم اي بني ادم، بتقول كلب مثلا، لا مش بدعي عليه. هو بيتكلم ان هو بيدعي على ام. يعني انا بدعي على ام بدل ما اشتمك لا امه مالهاش دعوه. هو كده بيقول ان علياء مش كائن عامه، هو بينفي علياء مش بينفي القضيه. والله لو هكسب ما عنديش مانع. يعني مثلا احنا دلوقتي هل احنا اللي احنا بنعمله يدل على ان احنا سويين؟ لا خالص. بالظبط فاهم؟ كل حد ليه طريقه ما انه يحاول يشهر نفسه. ماشي. هي برضو من اصل الطرق اللي اختارت تشهر نفسها بالطريقه دي، بس الطريقه دي مفيش بني ادم سوي تفكيريا 100% يشهر نفسه بيها. مفيش حد هيطلع يشرب البيج كولا كده. صح مفيش حد. لا بس كل فيديوهاتها يا اسطى التيك توك كله نفس الفكره. يا اسطى ده عمر فرج اللي سوي عقليا، سوي هو جسديا بس مش سوي، طلع شهر نفسه بغباء ان هو يستعرض عدم قدرته على الحركه، ان هو عنده مشاكل. كان باين في طريقه كلامه وفي طريقه تعامله انه عاقل، بس شخصيته الثانيه يعني مثلا لما طلع لما طلع مع اسمه ده محمد عبد العاطي، هل كان طلع بشخصيته اللي بيطلع فيها فيديوهات؟ لا بس شهر نفسه ازاي؟ ولا مره تطلع في الكادر. ايه؟ لا ما ينفعش يتكلم اصلا، ما ينفعش يتدخل. خلاص ماشي. هي ما ظهرتش ولا مره بشخصيتها الحقيقيه. كل شخصياتها اذا كانت صورت في الشارع وكانت بنفس الشخصيه. لا صح. عشان التصوير، انما في اللايفات كانت تصوير ايه؟ لا عمر فرج لما الناس كانت بتصورها في الشارع كانت بتشتمه، كانت نفس الشخصيه بتاعتها. كانت نفس الشخصيه في كل الحالات. يعني هي كده في الطبيعي بتاعها. الناس في الشارع انا ما اعرفش الحوار ده ولا انا، بس الحمد لله يعني. لازم اكمل يا صاحبي. المهم يعني يكذب عادي بس يكمل على الكذب صح. كلنا بنكذب صح. انا محامي مع احترامي للمحامين. وفي الاخر عايز اقول ان كل الناس بتحاول تشهر نفسها بطريقه، وهي اختارت الطريقه دي
وانا مقتنع ان في something wrong. مش عايز اقول المشكله في عقلها، بس maybe هي ما بتفكرش باحسن طريقه. maybe بيحاول يجملها فاهم، بدل من ان هي مجنونه يعني. ما اسموش الراجل الزبال، اسمه اللي بيساعدنا نلم الزباله. الزبال ده اللي بيخري. لا قصدي اللي الزبال. انا بتكلم على نقطه التوفيق الحديدي لما كان ما اسمهاش الداده، اسمها الست اللي بتساعدنا. على فكره كان اخدها من يحيى عزام لما قال ما اسموش الزبال، اسمه الراجل اللي بيساعدنا ان احنا نشيل الزبال. وده فعلا الفرق ما بينهم. يا اسطى في فرق ما بين الزبال وعامل القمامه. الزبال جايه صيغه مبالغه من الزباله. الزبال ده اللي هو بيشيل البلاستيك والحاجات دي من الزباله، مش بيلم الزباله كلها. ده الزبال. اما عامل القمامه هو اللي بيشيل، هو اللي بينظف الدنيا. اما الزبال ده واخدها بيزنس ليه. بالظبط. بيختار يعني الزبال ده يستحق ان هو يبقى زبال، وعامل القمامه يستحق ان هو يبقى عامل قمامه. عامل القمامه يستحقش ان هو يبقى عامل قمامه يعني هو الدنيا جت عليه. هو اضطر ان هو يشتغل كده يعني، اقصد فاهم. احنا فتحنا موضوع تاني. احنا فتحنا موضوع تاني. الزبال يستحق. احنا فتحنا موضوع تاني. انا عندي ختمه عايز اختم بيها. عايز اقول لحضرتك ان للاسف كله كان ضدي، وللاسف القضيه بتاعتي ضعيفه جدا، نسبه نجاحي لا تتعدى 1%. بصراحه وما عرفت جبنا سيره عليها والله العظيم يعني، وانتم ملبسيني من محامي وانا مش موافق. ايه خسرت التوبه ورا مقص بشرف. ايوه ماشي، ما انت لبستها بقى ماليش دعوه. احنا ما كنا نلم 3 مرات. لا هو انا قلت مره. ماشي احنا اللي انا مخرج البرنامج ده. لسه المهم يعني انا عندي حاجه فاللي انا بقوله ان هي فعلا شخص، انا مش عايز اتطلع على اليوتيوب انا عشان بس بتضايق. يعني لو سمحت يعني. بس هي شخص بجد يعني، كلام بجد ما طلعوش. انت كنت بتتكلم عليه؟ الو جايز، نسيت والله. وانا كمان نسيت. علياء عاقله ولا مش عاقله؟ انا بقول ان علياء مش بتقصد تبان بالمنظر ده. يعني هي عندها مشكله. عندها مشكله. وانت؟ انا بقول انها مش عندها مشكله وبتمثل انها عندها مشكله. يا اسطى انت بتقول حاجه وتروح بعد كده تهرب منها بحاجه صغيره. هي دو نوت تاتش مي. هي لو مش سوي يلا. هي لو مش سويه لما تشوف اللي حصل لها هتقوم متضايق. اتفضل يا امير اتكلم. انا مش هرد عليك عشان انت بتهرب من السؤال بسؤال اصغر. بقول لك ايه يا عم، اكون خلص ميتين بره الكادر. دلوقتي القاضي هيسالني انا شايف ايه وانا هقول الحق. شايف ايه؟ والله العظيم لو الحق قول القسم الاول. لا القسم هو يزعل. طلع بالله ولا ده؟ مع عادل ولا الزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي القاضي، هسيبك من احساسك الشخصي. اعزائي القاضي، اعزائي الشهداء المحضورين. الشهاده يا عم سلطان. دلوقتي انا هشهد في صالح. يا عم خلص ميتي. حر يا اسطى اخلص. ايوه صالح سبونج. هشهد. شايف احمد عادل هو الكسبان. اوف احمد خد البوينت. الله اكبر. يا اسطى اصابه المحامي في ركبتك. اصابه المحامي. البوينت بتسحب منك. هو انت مش انا خبطت اصلا. لا في ركبه حد خبطت في ركبتي. ايوه مش انا. بس والله انا ركبتي على قدها. لا بجد والله ركبتي على قدها. كتر الاستخدام. لا يا اسطى سندو. تعال يا عم انا اسندك يا عم. يا عم انا تمام. لا مش عايز. خش انت هناك بقى. مش عارف الجو حر يا جدعان، انتوا زنقني في النص. الجو حر. بعد ما ادوني اصعب قضيه ممكنه، بعد ما ادوني قضيه مستحيله، بعد ما كل اللي كان في الاوضه كان ضدي، برضه انا كسبت بشرف صراحه. كان نزال رائع. بس انا عايز اقول نقطه مهمه. كنت ترند عليها. ده ترند ما ينفعش ادافع فيه اصلا. انا لو مكانه هدافع ضدها. ده ترند منطقي بصراحه يعني. صراحه يعني مين هيدافع على ترند؟ حاولت اهاجم باكتر. هو حاول بكل جهده بس ومع ذلك ما اعرفش امير النهارده فيعني ظبط الدنيا. مقنع صح. لا وحاول قبل الحلقه. بصراحه انت مالهاش علاقه مبدئيا يعني. هو لما عايز يعرف اولها كان من اول الحلقه. ما بطني اهو انتوا اللي. بس انا حاسس ان هو بيقول ان انت متحيز لنا وهو الكسبان، فيعني ممكن تكسبني انا عادي جدا فاهم. براحتكم يعني. اللي انتوا شايفينه. سلام. استنى هعطيها واحده. يلا يا محامي نص سوسته. خلاص نهايه هذه الحلقه بفوز احمد عادل. تعالى اعمل لك حركه تانية. مش لابس حاجه نص كم كنت قلت حلقه تبقى عبثيه يعني. او انا منظري زي دي اصلا. يا لهوي بالك الحلقه دي لو عدت 7 دقايق يبقى حرام. 7 دقايق مين؟ احنا بقالنا ساعتين. ايوه المحتوى ما يطلعش. في محتوى كتير ونص ما يطلعش بجد بالله عليك. ساعه ايه؟ ونص. لسه 1 ونص قدامنا شويه. طيب دلوقتي احنا خلصنا الفيديو بفوز
احمد عادل. اول بوينت في اول السيزون، اول حلقه، اول ترند. والحلقه الجايه هيكون الاثنين دول شاهدين، واحد منهم شاهد واحد منهم قاضي، وانا هكون ضد امير عشان حد فينا ياخد بوينت. انها المنافسه الشرسه دي في الحلقه بس. بكره موعدنا بكره. تعالى ده انا عارف لو طلعت قاضي.